من حجر يجرح وقت الفراق، للغدر انت وللخيانة اجمل مختصر. ايه هقول لكم الحكايه يا حضرات. الحكايه بنت من البنات امنيه حياتها المجنونه تشيل كلمه انسه من على البطاقه وتحط كلمه مدام. ما انتوا عارفين البنات. ما تيجوا نشوف. سي فتحي، يوه يا سي فتحي، هو ايه ده؟ وبعدين خليتها نايمه، قمت سارقه منها الفلوس دي وجايباها لك. امسك. ايه اهم حاجه يا اخويا؟ ونتجوز. ايه؟ سنتين؟ ده بيقول لي سنتين. انا بقى عندي 33 سنه هو جاي يقول لي بعد ما استنيته 5 سنين استني سنتين تاني. ما هو انت ما بتعرفش انا بشوف ايه في الشارع. لما بنزل الشارع طبعا بتلاقي الناس قاعده. قال لي ليه يا حبيبتي ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ لسه نصيب يا طنط ما جاش. تلاقيكي بيجيلك عرسان وانت بتطفشيهم من خلقتك. يا طنط دي خلقه ربنا ما حدش عارف. يا حبيبتي فرح بنت خالتك الاسبوع الجاي، ولازم تعملي المكياج الاوفر علشان تعجبي اي راجل 30-40 سنه عشان ما يتقالش عليكي عانس. كفايه ولا اقول لك تاني؟ اقول لك وانا قدام المرايه بداري 30 شعره البيض اللي في وسط راسي علشان ما حدش يبص لي بصه وحشه. اقول لك ولا كفايه؟ اقول لك لما باجي اقعد قدام اوضتي واستنى ورا في الباب وببقى سامعاهم بيقولوا لي هتعزموها ولا مش هتعزموها؟ خايفين ابص لها بصه وحشه. بس انا مش قصدي. بس انا قلت له هستناه عشان انا لما قعدت في المحطه هو الوحيد اللي عدى، ولو كنت استنيت تاني ما كانش حد هيعدي تاني. يا خيبة أملك يا صفية، اختارت شبابك يا شرف. أنا هقول لك يا دكتور، جوزي شرف حالته مش طبيعية. بيجي من بره فاكك المرتب كله برايز زي الكوتشينو، ويقعد يقول لي تعالي يا صفية نحسب سوا، وساعات يقعد ساكت ما بينطقش ولا كلمة. أو النعمة يا دكتور ولا بالهنا. نسايم اللي بيها العمر حالي، ده انت يا سيدي حس بيا رؤوف لحالي. سيدي وصالك سيدي وصالك سيدي وصالك سيدي وصالك.